بيكون طب الحل هنا ايه لو رجعت تاني؟ هتزيدي لها بوتوكس تاني برضك ولا هتبقي ايه خلاص؟ بنحط لها في الموعد السليم علشان يبقى ساعتها استخدامه استخدام علاجي. يعني انا دلوقتي مش بشد العضله زياده عن اللزوم، انا لو خليتها تسترخي زياده عن اللزوم او حطيت جرعه كبيره من البوتوكس للاسف الشديد ده ممكن يدي مفعول عكسي، يخليها هيديها شكل حلو قوي لما انا حقنت طبعا، وهيقعد معاها مده كويسه، بس هيجي يروح من وشها هتلاقي العضله نفسها تعبت. تمام. فبدل ما هيبقى فيه ارتخاء الطبيعي بتاع تقدم السن العادي بتاعها، بالعكس الارتخاء ده بيرجع يزيد. لو عملت اوفر ستريتش لاي حاجه ترجع ترتخي بشكل اكبر. الطبيب هيحدد ايه هي النسبه المناسبه ليها، ازاي بيحددها وعلى اي اساس؟ ده اول استخدام للبوتوكس. تمام. له استخدام تاني طبعا اللي هو منع التعرق. بيشتغل على البصيلات نفسها بتاعه الشعر، في معاها الغدد العرقيه البسيطه، هو بيسد افراز العرق من هذه الغدد، بيمنعه. طبعا بس ده مش غلط يا دكتوره؟ المفروض ان العرق يخرج. ده علاج. ده احيانا بيعتبر ده بالنسبه للمتعرق كتير. طبعا لازم يبقى الحاله اصلا تستدعي ان احنا نحقنها البوتوكس. ده في ناس بتبقى مش عارفه تشوف اشغالها من كتر التعرق اللي في كفها. ده ممكن يخليها تؤدي الى الجفاف، جفاف البشره. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه انه بيخلي ايده على طول مش قادر يمتلك اي حاجه او يمسك حاجه، مش قادر يمضي اوراق، مش قادر يمضي شيكات، ولو هو صاحب شركه ولا حاجه الشغل بيبوظ تماما. تحت الابط دايما لو واحد في الفصل مثلا مع زمايله او كده بيلاقي تعليقات، بيلاقي الناس تنفر منه، فده بيؤدي الى ازمه نفسيه كبيره. دلوقتي البوتوكس اصبح لكن اللي يستخدمه يا دكتوره مش بس يعني لازم يكون مريض، لازم يكون هو عنده تعرق زائد. طبعا. لكن ما يجيش مثلا ممثلين اللي بيبقوا في المسرح عفوا يعني والتكييف قفل والراجل ده يا عيني شغال في فتره ضيقه ومكان ضيق وهو لازم يتعرق، لو استخدم بقى ده ممكن يكون ضرر عليه. ده ضرر كبير. منع التعرق للاسف الشديد ممكن يؤدي الى امراض خطيره في الجلد. تمام. في استخدام لكن احنا هنا بنقفل التعرق كله ولا بنخليه له شويه؟ 90%. 90. ازاي بنقدر نحدد يا فندم ال 90%؟ هي 90% هو الكلاينت بيحس ان هو بني ادم طبيعي في الاخر. تعرقه يعني بنديله جرعه صغيره 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 لغايه ما نوصل لانه يكون حاسس بانه نورمال؟ لا، احنا بنديله جلسه واحده. الجلسه دي بتتوزع فيها البوينتس على حسب المساحه وحسب المنطقه اللي فيها مثلا الشعرات عنده، او حسب المنطقه اللي بتعرق. بنوزع الحقن بصوره معينه بين كل شكه وشكه، مثلا يعني يمكن سنتي حاجه زي كده، وبنحط جرعات معروفه. ده من خلال الميكروسكوب مثلا هيعرفني لا بالسرنجات؟ لا انا اقصد هتعرفي منين بالظبط يعني هتبقى مكان التعرف؟ يعني لانه ده جلد ما حدش بيعرف انا فين بعرف من اي حته يعني. هقول لحضرتك لو بالنسبه لتحت الابط مثلا، لا الكفين كلهم بيتحقنوا. تحت الابط بيبقى منطقه طلوع الشهر. ايوه منها نفسه صح، هي المنطقه اللي فيها الغدد العرقيه.